السلام عليكم. النتيجة حقت المباراة اليوم، مباراتنا كنصراوية، توقعتها سلفا. توقعت ان الهلال بيفوز علينا بنفس النتيجة اللي انا توقعتها 4-1. والمصيبة مو من النصر وبس، المشكلة عدة عوامل. اول شيء، من جانا جويدو فينجا واحنا مو مترقعين. وثاني شيء، النصر ليش الآن مبتعد عن المنصات وعن التتويج وعن البطولات، وبيتكرر السيناريو معنا. وأذكركم يا جمهور الكيان الكبير، الجمهور النصراوي اللي هو الجمهور الأصلي، مو بالجمهور الفراشي، الجمهور الصنديدي ولا في جمهور الفراشي. أول شيء، النصر ليش مبتعد عن البطولات؟ هذا أول شيء. الجمهور أكثر أخطاء النصر هو جمهوره. ليش؟ لأن الجمهور مرة يحبط الفريق ومرة يقوي، ومرة يشيله ومرة ينزله عالي واطي. وثاني شيء، أنا ما أحمل المسؤولية الآن الكاملة من على كاسترو، لأن كاسترو العكاز اللي بدون عصاه، ماشي على عكاز بدون عصاه، ماشي على الهواء وعلى البركة. والسبب شنو؟ هاللعيبة السعوديين وليس الأجنبيين. الأجنبيين منهم 2 أتمنى يطلعون من النصر حاليا، تاليسكا وماني. ولا أشوفهم في داخل النادي ولا ثانية، لا تاليسكا ولا ماني. هذول يتشوتون من أوسع باب، من الباب الضيق، مو كاسترو. يعني شوف ماني وشوف ضياع للفرص، يعني وشوف إصابة أيمن يحيى هي اللي كدرت النصر في الإصابة. كاسر صحيح لا أخطاء ولعب البناء من الخلف، بس ما يتحمل الجزء الكبير، يحملها الخيبري. ليش أنا أقول لكم ما أبغى أي سعودي بالنادي؟ لأن ما في كوادر سعودية داخل النادي. خلينا نكون واقعيين يا جمهور النصر، اللي منهم الفراشي ومنهم الصنديد. أنا بكون صريح معكم، أنا جمهور الصنديدي صح، جمهور صنديدي صح، لأني أحب النادي وعايش في النادي، حبي للنادي. فالأخطاء هذه ما يتحملها كاسترو، يتحملها اللعيبة السعوديين. تبون تبرؤون السعوديين عشان حنا سعوديين؟ لا، ما في تبرئة. السعودي اللي إذا أدى عمله نقول إنه كفو، إذا أدى عكس عمله نذمه ونوطي راسه في الأرض، كذا ما هو موطي علينا وعلى نادينا. يعني الآن ليش الأجنبي يطور في النادي والسعودي ما يطور؟ نرجع على منظومة الجار، منظومة الهلال فيه كادرين، كادر سعودي كادر أجنبي، عشان كذا متفوق علينا في أكثر من مراحل. ليش حنا ما عندنا المراحل العالية كجمهور النصر؟ ليش ما نتقدم ونتطور مثل الجمهور الجار أو مثل تكتيك الجار؟ صحيح أن في بعض المباريات يفوز بأخطاء تحكيمية، وصحيح في أشياء تكون مساعدة مع الحظ. طيب ليش حنا ما نكون عندنا الحظ؟ لأن ما عندنا لعيبة كفو مثل ماجد عبد الله السعودي، اللي ما أعتقد أنه يهم النصر الآن. هو لعب في النصر ماجد عبد الله، لكن ما أحس أنه نصراوي، لا هو ولا الهريثي ولا أي لاعب من لعيبة النصر القدماء. هو الدليل على كلامي أنهم ما يبغون يمسكون أي منصب داخل البيت النصراوي اللي هو طلعوا منه. يعني أنا أتمنى، أمنية حياتي، أني أشوف الأساطير داخل النادي، الحي منهم يعيش داخل النادي ولا يطلع منه، والميت الله يرحمه، لكن أبغى الحي موجود بيناتهم. واحد يمسك إدارة الكرة، واحد يمسك مدير التنفيذ، يعني مساعد مدير تنفيذ، أو يمسكون إذا مناصب إدارية
كافية. ليش؟ لأنهم أبناء النادي، أبناء النادي، زي شلهوب، زي فهد مفرج، زي الجربوع عند الهلال. ليش مو عندنا زي اللي عند الهلال؟ ليش الهلال هو اللي مكتفئ وحنا كنصراوية مندم حظنا وعثراتنا على أنفسنا؟ ما فرحنا بأي شيء. دام عندنا إدارة تجمع إدارتين غير إدارة الصندوق، إدارة خارج الصندوق. ليش يعني؟ ليش ما يكونون إداريين سعوديين يمسكون النادي من داخل النادي، والإدارة الغير ربحية تكون خارج النادي؟ يعني أي شيء، يعني صفقات هي ممولة للصفقات بس، ما عليها من أي شيء يصير داخل النادي. يكون النادي هو اللي مسيطر عند طريق المهادب. عيبنا كنصراوية هذا عيبنا، ما عندنا عيوب ثانية. وإذا عندنا عيوب ثانية نتمنى أنها تصلح الموسم الجاي، لأن لو ما تصلحت الموسم الجاي قولوا على نصرنا باي باي، قولوا على كبير آسيا باي باي، قولوا على سيد السعودية باي باي. والدليل على كلامي، من المتأيد الآن للبطولات المحلية والآسيوية في الموسم ده؟ احنا كنصراوية خلينا نكون واقعيين، اللي بيتأيد في النخبة الآسيوية الهلال، هذا ما في أي تخاذل. والنصر بيطلع مواسم صفرية كالعادة لو ما تغير حاله. حال النصر إذا تغير من الأحسن إلى الأحسن، أو من الأسوأ إلى الأحسن والأحسن، يا أن نظل على المحور نفسه والإطار نفسه، وباي باي بطولة، وباي باي نادي كبير، وباي باي شعبية جرفت تتلاشى مع الوقت. والدليل شنو؟ اللعيبة مو بقادرين يمسكون النادي، مثل الله يهديهم ويصلحهم. ماجد عبد الله، أنا ما أدري أنت الآن ليش ما ودك تمسك الإدارة عن النصر، ما عندك مسكتها من مدة، مسكتها على أيام الرمز الراحل إجبارا وليس فرضا، ومسكتها أيام فيصل بن عبد الرحمن. ليش الآن مو قادر تمسك إدارة أنت طلعت منها؟ إدارة طلعتك، إذا أنت لك أفضال عليها يا أستاذ ماجد فهي لها أفضال عليك مثل ما أنت لك فضل عليها، واحدة بواحدة. بس إذا أنت نصراوي وتعشق الكيان كعشق، تعال النادي، خلك رجل مثل ما احنا متعودينك، رجل بأخلاقك. لا تقول ما أقدر وتتواضع. تواضعك هذا دمارك سبب علينا كجمهور نصراوي. نحبك ونجلك صح، واسطورتنا صح، لكن نبغاك اسطورة حية مثل ما كنت تلعب، تتواجد داخل النادي وتحرك المياه الساكنة داخل النادي. أما انك تقول لا أنا بشوف المشهد النصراوي من بعيد، فأنت جبان يا أستاذ ماجد عبد الله. هذا تصرف جبان، مع احترام بهالكلمة، جبان. وزيك انت يا هريفي تتخبى ورا الإعلام وتتخبى ورا كل شيء، وأنا معك تتوقع توقعات زي كنصراوي، وعندك تحليلات وتفنيدات ثانية وتصريحات حلوة، بس كلنا على جهة، أنا على جهة وأنت على جهة يا أستاذ فهد هريفي. لكن ما أعتقد أنك منقهر وتحب النادي حب كبير. أنت شوهت بكذا اسم ناديك، طلعت من النادي، ليش ما ترجع له؟ ليش ما تطلب ليش ما تطلبون أنتم يا لاعبتنا القدماء تمسكون مناصب داخل النادي؟ اتركوا عنكم المثالية والتواضع، كس أمها المثالية والتواضع. تواضع، هذا تواضعكم، ودر نادينا معكم. اقسم بالله لعيبة فشل ما دمرهم إلا تواضعهم. تبي تتواضع، تعال النادي وامسكه. لو ما قدرت على شيء
ابدي رأيك بالتواضع، قول أنا أتواضع بشغلة كذا وكذا، أنا ما أقدر عليها، شيء ما أقدر عليه لازم يكون واحد معي. طيب النادي كله معك، ادخل النادي وشوف لو ما لقيت منهم الحفاوة والحب ما راح أكون منصور. أما أنك أنت تقول لا أتوقع احتمالات، كس احتمالاتك، احتمالاتك لا تفرضها قبل الفلعة. انت تقول اذهب دواي قبل فلعتي، اذهب الاشياء قبل وجودها. لا يا حبيب قلبي، مو هذا اللي متعودين منكم كرجال. رجال اذا انتم رجال وتحبون النادي ومختارين على شعبيتكم واسطورتكم، ترى اسطورتكم هذه انجرفت الان يا استاذ ماجد. والسبب شنو؟ تخليك عن ناديك اللي طلعك وطلعت منه. صحيح انك طلعت نفسك من هالنادي باشياء حلوه، بس تعال ارجع للنادي. النصر يعاني من لعيبه خذلوا اللعيبه القدماء كيانهم، الكيان اللي حنا كلنا ننتمي له كجمهور نصراوي. ليش الآن اللعيبة القدماء ما يمسكون مناصب داخل النادي؟ أنا أبغى أعرف، أنت الآن ما تبي وجع الرأس ولا ما تبي تمسك ناديك؟ خلنا نكون واقعيين. إذا ما تبي وجع الرأس قول ما أبي وجع الرأس ولا أبغى هذا، لكن لا تجي تتعذر تقول لا أنا ما أقدر عليها. طيب ليش ما تقدر عليها؟ قول وش الأسباب. يعني شوف، يمكن تمسك إدارة في السابق كانوا يمشونها معك ناس يساعدونك ويعذرونك ويمشونك في الإدارة، مثل عبد الرحمن بن سعود، فيصل بن عبد الرحمن. إلا يوم جاء صفوان السويكت الله يسكته بقلب ونار حامية تحرقه، سبب لكم بلبلة، طردكم من النادي. وهنا جبنتوا قولوا حنا أبناء النادي ومن حقنا أن نزور نادينا. اتكلموا مثل ما تتكلمون بالإعلام، تكلموا داخل نادينا يعاني، والسبب بعدكم عنا يا أساطير النادي. أساطير ولا أساطير عند اللعب، وبرا اللعب تشوفون زي الفيران المحكورة بغارها. لا يا ماجد، إذا أنت ماجد خليك ماجد وأسد، خليك أسد، لا تكون أسد ضعيف، خليك أسد قوي. فعتبي على اللعيبة القدماء، إذا ما جو ومسكوا إدارة طلعوا منها رجال وطلعوا منها واختبوا وراء أصابع، فأنا ما أعتبرهم رجال، أعتبرهم خناثة كبار نسوا أفضال ناديهم عليهم، مثل ما هم لهم أفضال النادي هو له الفضل الكبير عليهم قبل لا يكونوا لهم الفضل عليه. امسكوا الإدارة، إدارتنا محتاجة اللعيبة القدماء زي الهلال. اللعيبة القدماء ماسكين الإدارة الهلالية بين السعوديين. أتمنى يكون التكافؤ بين الطاقم الأجنبي وبين الطاقم السعودي، أو إذا ما قدر أي واحد من الطاقم السعودي يمسك مع الطاقم الأجنبي، كل اللعيبة السعوديين واللي الآن عقودهم سارية أو اللي جايبينهم جدد من السعوديين زي سالم النجدي، حساف انه يكون يكمل مع النصر. لأن أنا آسف على حاله وآسف على نصرنا عليه، وعلينا حنا كنصراوية نحب هالكيان الكبير، وعلى النصر لأنه ما راح يبدع، ولا لاعب سعودي يبدع مع النصر إلا بعد 2019. وبعدها اللعيبة خذلوا النصر خذالة كاملة وطيحوا من رموز هالكيان. فأنا أتمنى
من استاذ رئيس النصر الغير ربحي، رئيس مجلس إدارتنا أستاذ إبراهيم المهيدب، يجيب هاللعيبة. تبي تقوي نصرنا، جيب اللعيبة الأساطير القدماء، أعطيهم مناصب، أو أنت اللعيبة السعوديين والكوادر السعودية اللي ما أعتقد أنه في كادر سعودي داخل النادي، أتمنى اللعيبة السعوديين ولا يبقى ولا واحد سعودي. كل الأخطاء اللي صارت بيننا وبين الجار كلها انفرادات وأخطاء من اللعيبة السعوديين، وللأسف أتمنى لاعبين ينطردون من الأجانب الآن. ماني وتاليسكا، ما نبي لا ماني ولا تاليسكا. لا طلع تلس ورقة رابحة، اللي نتمناه يطلعون ماني وتلس من الباب الضيق، ولا يبقون داخل هالكيان الكبير ولا ثانية. أجل أنا نسراوي، أنت لا نصراوي ولا هم يحزنون، أنت بخراوي دقراوي علينا وعلى نصرنا. لاعب ويوعد ويخلف وعوده، جاي من إصابة ويلعب مباراة كاملة ولا يأدي فيها، ويسمايع ويتصاقع زي اللي معه بالمكان، زي الخيبري وزي ماني. يعني هذا اللي أنا بغيت أقوله، شيء ثاني ما أقدر أقول، وبس، ومشكورين.